بداية نترحم على أرواح شهداء معركة الكرامة جميعهم مدنيين وعسكريين، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونترحم على أرواح شهدائنا بولاية شمال كردفان خاصة اللي شغالة فوقنا المسيرات عندهم أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع في الأعيان المدنية في بيوت المواطنين إلى آخره. نترحم على أرواح هؤلاء الشهداء المدنيين اللي ليه ما عندهم ولا ناقة ولا جمل في هذه المعركة، فقط ناس مواطنين مدنيين عايشين بيبحثوا عن لقمة عيشهم. ربنا يتقبلهم. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لكل جرحى جراء مسيرات ميليشيات الجنجويت أولاد الحرام عيال التيت اللي قاموا بعمليات بتاعت هجوم بواسطة المسيرات في ولاية شمال كردفان. نسأل الله انه يتقبل كل الشهداء ويشفي كل الجرحى. الإخوة والأخوات السودانيين في الداخل السودان والفي الخارج السودان، إن شاء الله انتوا طيبين. والناس اللي بتسأل عن الأحداث وعن الأوضاع شمال كردفان وتحديدا في الأبيض اللايف ده حيوريك كل شيء حاصل في ولاية شمال كردفان. أي نقطة أو أي مدينة أو أي قرية في ولاية شمال كردفان أنا حديك عنها المعلومات الكافية اللي أنت محتاج تعرفها لكي لا تسمع أي كلام ما صحيح. لكن قبل ده خلونا من هنا نوجه رسالة لأخ كريم، والواحد مهما تكلم عنه لا يوفيه حقه. لا يوفيه حقه. واحد من الأخوان سند للشعب السوداني وسند للقوات المسلحة وسند لمن لا سند له بعد الله سبحانه وتعالى. أنا والله من هنا داير أشكر أخونا الانصرافي صرفة. نسأل الله إنه يديك الصحة والعافية بداية بعيدا عن أي حاجة تانية. نسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يديك الصحة والعافية، وباسم كل أبناء الأبيض أو شمال كردفان باسمهم شكرا يا الانصراف يا وطن. شكرا على مبادرتك، وشكرا على سندك، وشكرا على انك انت ابن السودان واللي ما قاعد تقصر واللي دايما واقف وما قاعد تفرز ما بين ده من الشمال ولا ده من القرب ولا ده من الوسط ولا ده من اي مكان، فقط بصوتك بمالك وقفت. انا والله باسم كل الولاية، باسم كل ابناء الأبيض، باسم كل ابناء ولاية شمال كردفان، نحن بنقول لك الحاجة اللي انت قمت بها دي، كونك تقوم بعملية بتاع الدعم من مالك الخاص لأهلنا وهم ديل أهلك في الأبيض. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انت واحد من الناس الما قصرت، ونحن والله نقول لك شكرا لك وقدام، وانت ما مشحود عليهم. في النهاية أهلك والسودان كله أهلك، لكن من أشكرك والله. وأنا والله واحد من الناس أنا حقوله لما نتوقف كل الناس عن الكلام عن أهلنا في ولاية شمال كردفان، كان صوتك وما زال صوتك عالي والله. لما أنا طلعت يوم من الأيام اتكلمت وقلت يا أخي إنه دعمنا وسندنا ووقفنا مع كل السودان وما زلنا بنقف مع كل السودان، لكن في تقصير من جانب الإعلام. كان أنت الصوت الوحيد الجهور اللي قاعد يتكلم عن كردفان واللي قاعد يتكلم عن الشيء اللي قاعد يحصل في الأبيض وعن القرى وعن كل المناطق. والله شكرا بحجم وطن لك، شكرا لك مننا نحن ديل كأبناء كردفان وكأبناء الأبيض وكأبناء السودان ده عام. أنا حابب أقول لك يا أخي شكرا.
ربنا إن شاء الله يديك الصحة والعافية وين ما كنت، وربنا يحفظك، وربنا يكتر حقيقة من الناس زيك ديل. فعلا السودان محتاج لهم، فعلا محتاج لهم. ربنا يعينك وليه قدام يا أخوي. وأنا والله الرسالة دي لا رياء ولا أي كان، لكن دي كلمة في حق رجل. حفظك الله، وجميع الناس الساهمت وداعمت ووقفت، ربنا يجزيكم خير. نخش في تفاصيل الشيء الحاصل. الأبيض وما أدراك ما الشيء قاعد يحصل لأهلنا. وأنا أتكلم الآن هنالك مسيرة لافة. تعرفوا يا السودانيين، الليلة في أكثر من أسبوعين، عشان ما يجيك زول يجي يقول لك يا أخي دمرنا المسيرة الفلانية ولا دمرنا المسيرة العلانية. أسمع كلامي ده كويس. في اللحظات أنا بتكلم معاك في مسيرة لافة. في كل صباح بتصبح فوق مدينة الأبيض أو مسا بتكون في عملية بتاع الضربة، لو ما كان لعيان مدنية لطرمبة أو لتنكر بتاع وقود أو لبيت بتاع مواطن أو لحي سكني أو لسوق أو لإستاد الأبيض. المسألة دي ما قاعد تتوقف، اتكررت كتير وراحوا ضحيتها ناس أبرياء، ناس مدنيين أطفال. أنا والله وتالله والله الليلة عندي 3 يوم على ابننا العمر 9 سنوات الضربات المسيرة الداخل طالع من المدرسة. والله 3 يوم ما قادر أطلع أتكلم مع الناس حزنا على الطفل البريء ده. كل يوم الأبيض قاعد تعيش عملية بتاعت معاناة في شنو؟ معاناة حقيقية بيعيشها إنسان الأبيض. وقيادة القوات المسلحة، خليني من القيادة المركزية اللي بيقودها اللواء صديق الجيلي كوم، ولولاية شمال كردفان كوم آخر، وقيادة الغرفة المركزية الموجودة دي برضو كده نخطهم كوم آخر، نخطهم كوم. بيحتار وبيحتار مواطن الأبيض، وبيحتار حتى الضابط الموجود في الأبيض في التقصير الواضح من جانب القيادة المركزية في الخرطوم. أنا بسأل السيد القائد العام عبد الفتاح البرهان، أنت الأبيض دي ما حاسبة إنها بتنتمي للدولة السودانية؟ ولا هي ما مهمة أساسا بالنسبة ليكم؟ ولا اللي قاعد يحصل شنو بالضبط كده؟ لما نجي الليلة نتكلم على مستوى الأبيض، أنا خليني من الأبيض دي ما مركز بتاع عاصمة. ولاية شمال كردفان الفوق 7 محليات. ال7 محليات الآن اللي أنا بتكلم عنهم في 5 محليات حقيقية بتكون بتقع تحت سيطرة ميليشيات الجنجويد، أو 4 محليات تحت سيطرة ميليشيات الجنجويد. خلينا من ده، خلي ما نتكلم لك في الأبيض، نتكلم لك على مستوى محليات الآن عايشة في نار وجحيم. والذي بعث محمد بالحق يتصل عليه طفل عمره 13 سنة، طفل ولا ما طفل، والذي بعث محمد بالحق من غير ما أذكر منطقته قال لي يا أبو الدهب الميليشيا بتاعت الجنجيد موجودة معانا بيدقونا بالصوت. والله وطالله أطفال يجلدوا بالصياط. أسمع الكلام اللي أنا بقوله ليك ده، أنا ما قاعد أقول لك كلام ساي وما بذكر اسم منطقته، لأنه كده أنا حعرضوا العملية بتاعت مزيد من الأذى. والذي بعث محمد بالحق طفل اتكلمت معاه عمره 13 سنة، ورسل لي الرسائل وخايف. قال لي يا ابو الدهب الميليشيا قاعده معانا بدقونا بالصوت. قلت له بدقوكم بالصوت ليش شنو؟ قال لي عشان يخششونا معاهم. والله انا الكلام ده انا بقوله لكم، ده قاعد يحصل في كردفان في عده مناطق. اطفال الان بيدقوا بالسياط، والان الاطفال بيشيلوهم من الغرة غصبا عن اسرهم. وفي اسر الان في عده قرى الان انا اتكلم معك في عده قرى
اختطفوا اطفالنا العمر 12 و13 سنه الليله مركبينهم في التواتر عشان يدخلوا بون المناطق يهاجموا بيهم. خدتهم شنو؟ عيدان نار. انا الكلام ده انا بقوله ليك. اطفال من عده قرى اختطفتنا الميليشيا بتاعت الجنجويد بتخطهم عيدان نار وبجلدوهم بالصوت وبربطوهم ربيط في العربات. ده قاعد يحصل. انا بقول لكم يا سودانيين، عشان انا الكلام ده نحن ما ضعف يا اخواننا، ما ضعف ولا بنقول ولا استعطاف بكم، لكن نحن ما هي ما حاجه جديده، ما حاجه جديده على الميليشيا اللي بتعمل فوقه، ما جديد. الشيء ده قاعد تحصل فوقه، قاعد تحصل، قاعد يحصل كتير. ده جانب. المعاناة الآن قاعد تعيش كردفان، شمال كردفان تحديدا، خلونا نتكلم عنها، عن الأبيض. الموية ما في موية، هاي الموية ما في. أصله خليك الجانب العسكري ده أنا جاي له، ما داير أتكلم في الجانب العسكري. موية ما في. دي ما الحياة ذات، دي مش الحياة. ما الماء هو عصب الحياة. دي الموية دي هي الأساس. موية ما في. والبتجي دي ذاتها مرة، وآبار جوفية مرة، والتنكر يا اخواننا ب4 مليار، التنكر ب4 مليار، مليار تامات. جوز المويه ب12. واحد احسب في يدك، جوز المويه ب12 ومويه اساسا ما موجوده. ما في مستشفيات، مستشفيات بتعمل، ما في مستشفيات، انا ما اكذب عليك، ما في مستشفيات، والبتعمل ذاتها مراكز طبيه وبتدس. ده الحاصل. افران واقفه ليه؟ لانه اي عمليه بتاعت تجمع بتتضرب، ولانه اساسا يا اخوان انا كمان بكون منصف. طبعا بديك الحاجه الحاصله، وقود في، انا بوريك بكون منصف. الوقود في، اي والله في وقود، لكن ما في طرمبه بتشتغل، لانه الطرمبه بمجرد ما تشتغل بتتضرب. تنكر حايم بيتضرب، ده باعتباره ما موجود. صح، هنا نخط في حتات الزيرو انه الحاجه دي اصبحت ما موجوده، اي ما موجوده، لانه ما قادره توصل للناس اللي بيستحقوها. مواصلات دي اصلا ما داير اتكلم عنها، الناس اساسا بالوطه بتمشي، لكن اساسا مواصلات ما في، مواصلات اساسا ما في، ما في عديل، ما في مواصلات. اسواق، الزول بقول لك يا زلمه انا اجي افتح دكاني دي عشان تضربني المسيره؟ ناجي في الزول المقلوب على امره، والزول الاساسا ما عنده القدره لازم يجي. طيب لازم يجي يفتح، جميل، بيجي بيفتح. طيب الجانب الانساني صعب، حقيقي صعب. الجانب الانساني ما في كذب في الموضوع ده، صعب. كان داخل الأبيض او خارج الأبيض، القرى المحيطه بالأبيض او في مدن في كردفان دي برضه بتعاني. الجانب الانساني، ودي المهمه بتاعت منه، الجانب الانساني ده مربوط بالجانب العسكري. طيب ميليشيا الجنجويد الان يا جيش بتعمل في الحاجات دي ليش؟ كده تعال نتكلم على مستوى مدينه الأبيض ونشوف الاماكن المتواجده فيها الميليشيا تحت الجنجويد. اقرب مناطق للأبيض وين؟ المناطق القريبه المتواجده فيها الميليشيا تحت الجنجويد. طيب مويه الأبيض جايه من الدنكوجه اللي هي اتجاه بارا، اللي بتبعد من الأبيض حكايه بتاعت 40 كيلو. اسمع الكلام ده كويس، 40 الدنكوج ده محل المويه الرئيسيه بتاعت الأبيض. طيب المويه الرئيسيه دي بتجي من هناك، ميليشيا الجنجويد دمرتها، والكلام ده قلنا للناس. لكن انا ده اشرح لك طبيعه انه الميليشيا بتاعت الجنجويد متواجده في محيط بارا، وانا اقول لك ومصادرنا وباكد للجيش، والجيش بيدرك الحاجه دي، التواجد بتاع ميليشيات الجنجويد على مستوى الأبيض قليل، قليل. والجيش عنده المعلومه دي. قليل ليه؟ لانه الايام المضت دي ما بننسى الحاجه دي، بنقول الحق.
الايام المضت دي القوات المسلحه اشتغلت في الميليشيا بتاعت الجنجويد دق بتاع طيران، تجمعات في سودري، تجمعات في الجمامه، تجمعات في اتجاهات الكوكيتي، تجمعات اشتغلت فوق شغل كبير جدا جدا. ده حق نحن بنقوله، اشتغلت فيهم. التواجد بتاع الميليشيا بتاعت الجنجويد على مستوى بارة قليل. ده السؤال اللي احنا قاعدين نطرح، انه القوات المسلحه قادره انها تخش مدينه بارة، وده اكثر محور مهم. خليك من انه بيمثل تهديد للأبيض، لا، ما من الناحيه العسكريه بيمثل تهديد، من الناحيه الانسانيه بيمثل عمليه بتاعت انفراجه للمواطن السوداني الموجود في داخل ولايه شمال كردفان او في داخل الأبيض عاصمه عروس الرمال. من الناحيه الانسانيه بيمثل عمليه بتاعت انفراجه كبيره جدا جدا. ليه بارة؟ ليه تحديدا بارة؟ انا قلت بارة بتمثل عمليه بتاعت انفراجه. خليك من الجانب العسكري، لانه بارة دي محاصره قبل ما تجي الميليشيا، ما تجي الميليشيا من الخرطوم. بارة دي كانت فوق ميليشيا وما قادرت تخلق اي عمليه بتاعت تاثير عسكري على الأبيض. جميل يا جيش، ما عندها تاثير عسكري على الأبيض. طيب الان اصبح عليها عمليه بتاعت تاثير كبير جدا جدا عسكري على اتجاهات الأبيض. ليه؟ في الجانب الانساني اللي بيتمثل في وجود المويه الموجوده على مستوى منطقه الدنكوج اللي بتغذي انسان الأبيض بالمويه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. مويه الأبيض جايه من هناك. خربت الميليشيا بتاعت الجنجويد، ضربت، كسرت، سوت، عملت كل شيء عملته. طيب انا دايرك تحرر بارة ليه؟ اذا ما دايرك تحرر عشان مواطنه يرتاح، لانه اساسا وجود المواطن في بارة بنسبه معدومه تماما. لكن انا دايرك تحرر بارة لسبب معين، عشان ترجع المهندسين الموجودين الان في الأبيض يقدروا يعيدوا عمليه بتاعت اعاده تاهيل او اعاده برنامج صيانه خطوط المياه الجايه من الدنكوج لمواطن الأبيض الان العطشان. انا ما داير اتكلم معك، قلت لك في جانب عسكري، ما داير اتكلم معك في الجانب العسكري ده كده خطه جانب. انا بتكلم معك في تحرير، مش عشان خطتك انت العسكريه الان الشغال عليها، نو، انا عارفك. انا بتكلم معك في انك انا دايرك تحرر بارة عشان الدنكوج، عشان المويه الجايه الأبيض، عشان انسان الأبيض الان الموجود، امهاتنا واخواتنا وخالاتنا وعماتنا وابهاتنا واعمامنا وجدودنا وكل اهلنا الموجودين هناك ديل ما يضطروا لانه الواحد يحطش، ما يضطروا لانه يدفع 12,000 على اساس انه يجيب له باختين بتاعت مويه اللي كلهم ما فايتة اللين حكايه بتاعت 30 لتر وبتكمل ومويه مره ولا بيقدر يشربها ذاته. ده السبب الرئيسي اللي انا بتكلم فيه في انه تتحرر مدينه بارة. فهمت ليه؟ انا ما داري اقول لك، ما داري اتكلم لك في الجانب العسكري، ما داري اقول لك لا مقصر. طب ده جانب، ده جانب. طيب من الجانب الانساني، من الجانب العسكري نفسه يا جيش، بارة بتمثل عمليه بتاع التهديد. من الجانب العسكري هل هي بتمثل عمليه بتاع التهديد؟ نعم، نعم. وانا اجي اقول لك، الناس بتتذكر لما كانت الميليشيا موجوده على مستوى الخرطوم في فتره ما، كان موجود في بارة في واحد اسمه الناعم، الزول القصيروني ده اللي كان متصور مع الجنجويت حميتي له، والناس بتتذكر. ركزوا معي كويس في الكلام، انا ده اقوله لكم، الكلام ده لازم تعرفوه. كان موجود الناعم. الناعم ده يا اخواننا عنده تداخلات، عنده تداخلات مع بعض المكونات الموجوده على مستوى الخط بتاع كردفان. طيب ركز معي كويس عزيزي الفاضل. الناعم ده كان من اكثر الناس تواجدا في المنطقه ديك وشغال عمليه بتاعت خمش، لانه اساسا هو ما فكرته، ما شغله هناي. كان عارف تماما انه اي عمليه بتاعت هجوم على الأبيض بتكون في عمليه بتاعت هجوم مضاد. فقام شنو؟ ما كان بيهاجم الأبيض. ما بهاجمه ليه؟ ما بهاجم الأبيض لانه عارف تماما انه العربات اللي قاعد تطلع اللي بتجي طالعه من النهود بفوق، وكانت عربات الفول وعربات شنو اللي كانت جايه ماشيه بقادي. هو ما كان بيركز في الجانب العسكري، كان عامل عمليه بتاعت موازنه انه ما في زول يمشي يهاجم الأبيض، عشان لانه هجوم الأبيض حيقطع له الطريق بتاع الشاحنات اللي بتجي ماشيه بتوصل بقادي بقبضها بشيل من العربيه 50 مليار.
في الفترة اللي كان قاعد فوق الناعم ده طول الفترة، لأنه الناعم كان بتاع قروش، كان شغال زول بتاع شنو، رشاوى وتفاصيل وأكل وجبد وسوي برنامج وأمسك العربية وسوي وأفعل واستترك. ده شغل الناعم. عارفك يا جنجويت كلامي ده ما بتدوروا. جنجويت القاعد ده هسه حاليا القاعد ده في جنجويت طبعا هنا كان شغال مع الناعم ده أو شغال مع الناعم ده موجود هنا، كلامي ده ما بدوره كويس. في الفترة ديك كانت في عملية بتاعت كونتاك مع الناعم ذاته، تواصلات بعيدا عن منو، وانه الناعم في الفترة ديك كان قال لهم انه يا اخي خلاص اذا ما حصلت اي عملية بتاعت هجوم اتجاهي انا ما بتحصل عملية بتاعت هجوم عكسي، وانا بأمن لكم الطريق ده وبكون معاكم، انه في فترة انه انا حنضم لكم. ده كلام الناعم عين. الشغل اللي تم في الفترة ديك ما كان في اي عملية بتاعت تهديد حقيقي، حقيقي ما كان في تهديد. اوريك السبب، مش السبب انه الصدق بتاع الناعم، نو مش صدق الناعم، لانه كانت في ناس قاعدين جوا هناك شغالين يفرتقوا، مصادر موجوده جوا كانت مزروعه جوا. طيب لما حصلت عمليه بتاعت السيطره على بار الفتره الاولى وطلعت القوات تاني سيطرت عليها وطلعت تفاصيل، اصبحت بارة بتشكل عمليه بتاعت تهديد كبير جدا، لانه الميليشيا في فتره ما جابت المدافع دي، والان المدفع ممكن يضرب من اتجاهات بارة تقع في شنو؟ تقع في المنطقه الصناعيه وفي احياء الابيض. انا اوريك الكلام اللي انت ما انا بوريك ان من ناحيه عسكريه هل لها تحديد؟ ليها تهديد، ليها تهديد، عندها تهديد. طيب اللي بيمنع القوات المسلحه شنو؟ انها تمشي شنو؟ تحرر المدينه بتاعت بارة دي. بارة ممكن المواطن الان زي ما قلت لك مواطنين الان موجودين في بارة ممكن 2 3% ما فيها، وحتى تواجد الميليشيا تحت الجنجويد قليل جدا جدا. قليل ليه؟ بحكم الضربات اللي حصلت في الايام السابقه، وبنتساءل انه ليه القياده ما دايره تجي. طيب خلينا دي بارة شمال جغرافي. لما نجي نتكلم على الشمال الغربي، الشمال الغربي وتواجد الميليشيا في مناطق وقرى كثيره جدا جدا محيطه، وحتى لو كانت قليله انا بالنسبه لي دي بتشكل عمليه بتاعت خطوره، بتشكل عمليه بتاعت خطوره. اللي 70 80 كيلو بتشكل خطوره، خطوره بتشكل خطوره. ده جانب. لما نجي على الاتجاه الغربي مباشره بتمشي فوق ابو حراز. ابو حراز ده سؤال استخباراتي وسؤال حقيقي سالته قبل اللايف ده، يا ناس ابو حراز قالوا بحراز ما فوق جنجويد، عباره عن شفشافه بتاع المواتر. ما ديل الجنجويد ذاتهم اساسا، هم الشفشافه بتاع المواتر دي ما الجنجويد ذاتهم، ديل الجنجويد ذاتهم، ديل ما هم ذاتهم ما اصلا ده الجنجويد. ابحراس نمشي فوق هناك كاسقيل حقتنا، كاسقيل دي حقتنا بعد الرياش والمناطق دي اللي هي جنوب الابيض اللي هي بتبعد حكايه بتاع 70 80 كيلو يتواجد فيها الميليشيا بتاعت الجنجويد. طيب ده كله كل الناس بتعرف انه الميليشيا بتاعت الجنجويد في عمليه بتاعت محاوله لانها دايره شنو؟ دايره شنو؟ دايره هجم الابيض. الجيش عارف، المواطن ذاته عارف، انا اوريك حتى مواطن الابيض ذاته عارف، السودانيين كلهم عارفين. قياده القوات المسلحه ما سمحتوا بالكلام ده؟ قياده القوات المسلحه ما سمحتوا بالكلام ده؟ اكيد سمحتوا به. طيب السيد القائد العام عبد الفتاح البرهان، السلام عليكم. السلام عليكم. مش الطريق بتاعنا ده فاتح الان بتاع مراب الرهد الله كريم عشان القبشه لحد تخش هناك القرى بتاعت اهلنا البزعه وانت داخل لحد تندلتي، الخط ده مش فاتح؟ طيب جميل جدا جدا فاتح. الابيض في كل يوم، في كل يوم بتحصل فوق عمليه بتاع الضرب. الان جيش فيه الحمد لله رب العالمين، كل تفاصيل الجوانب دي كلها فيه، كلها فيه، كلها فيه، الجوانب دي فيه. طيب نحن محتاجين لشنو؟ ما سألتك من انه جيشك ده حيتحرك ولا انت تقدر تحركه، ما سألتك، ما سألتك على الاطلاق. الخط ده مش فاتح يا السيد القائد العام، محتاجين منك انه شنو؟
الليله طيران المسير اللي قاعد يضرب ده، اللي بيضرب في المواطنين ده، المحتاجين منك شنو؟ محتاجين منك حاجه، مضادات العمليه بتاعت اسقاط شنو؟ اسقاط الطائرات المسيره اللي قاعد تيجي تضرب الاعيان المدنيه، واللي هي الان خالقه عمليه بتاعت هاله بتاعت هلع على انسان الابيض. ما بيستحق انسان الابيض السيد القائد انه تكون في مضادات وتكون في عمليات بتاعت السام والصواريخ الحقيقيه اللي بتنتهي من المسيرات الميليشيا ده على اساس استقرار الابيض. ما بيستحق الانسان ده في وجهة نظرك السيد القائد؟ ما بيستحق؟ إذا قلت بيستحق ليه أنت ما قدرت تعمل الحاجة دي؟ ولو قلت ما بيستحق ليه؟ هل الأبيض ما من صلاحياتك؟ من صلاحياتك. طيب أنا بوجه لك رسالة بسيطة وحنينة. أنت قمت طلعت من الخرطوم دي، ركبت طائرتك مشيت لحد بورسودان، جميل. مشيت لحد بورسودان ولاية البحر الأحمر. في أخواننا الرشايد والبشاريين والتحية لهم من هنا، ونحن بنبعث لهم الرسائل بنقول لهم الحمد لله رب العالمين، الناس بقوا عاقلين وبقوا ناس واعيين وجنبوا البلاد الفتن والتفاصيل دي كلها، وربنا دائما يصلح بيناتكم. دائما نسأل الله سبحانه وتعالى دائما انه يصلح بيناتكم. طيب سمحت بس سمع يا سيد القائد العام، جريت ركبت طائرتك مشيت هناك على اساس انك انت داير تخلق عمليه بتاعت حلول بين قبيلتين، نغدر الشدة. لكن في ولاية كاملة، في مدينة وعاصمة ولاية كاملة، في كل يوم تحصل فوق عملية بتاعت انتهاكات، وفي طريق فاتح، في طريق فاتح. دارين منك حاجة، في مقدورك انك انت تحرك الجيوش، خليك من الخرطوم، وهو الجيوش الموجودة دي هنا ذاته في الأبيض دي، انت عندك مقدرة انك انت تحركها على اساس انها شنو؟ تطلع، ولو طلعت فتحت ابواب طلعت. وانا وصلتني معلومة انه الهجانة قبل كم يوم لما طلعوا مجموعة، لما طلعوا مشوا هاجموا الميليشيا في ابحراز، دمروا متحرك كامل وجو راجعين. وصلتني معلومات انه واحد من الضباط اللي كان قادوا الشغل ده تعرض لعملية بتاعت محاسبة بحكم انه حصلت له مخالفة بتاعت تعليمات. طيب ما دار اخش في التفاصيل دي. السيد القائد العام عبد الفتاح البرهان، السيد الفريق اول شمس الدين كباشي، السيد الفريق ياسر العطا، حياتكم دي كلها قضيتوها في المعارك، وشغلكم كله كان شغل بتاع عمليات. نحن والله الان مطالبينكم بحاجه، الغرفه بتاعت القياده والسيطره الموجوده دي. انا الان بطالبك السيد القائد العام تركب من هناك بعربيتك، ما بيطاير عشان تقول يضربوك وتفاصيل وبرنامج زي ده. اركبوا عرباتكم ديل بو، تعالوا قدام جنود، كونوا ضباط، كونوا تفاصيل، كونوا موجودين، كونوا موجودين الان وديروا المعارك دي انتوا بنفسكم. الجندي اذا بودي ب 50% لما يشوف غايده ذاك وموجود هناك بيأدي بنسبه بتاعت 100%. 100%. ده الجندي لما يكون بيأدي 50% حيأدي بنسبة 100%. الآن المطالبات ليك إنك أنت الآن تجي الأبيض، مش مشيت بورسودان، مش مشيت وين ومشيت وقادر عندك تتحرك. هسي الآن مطالبينك إنك أنت تجي الأبيض ذاتها. الأبيض ذاتها بتحتاج لكم أنتوا كقيادات الدولة دي، وأنت كرئيس للبلد، رئيس للسودان. الآن إنسان الأبيض ذاته بيستحق إنك أنت الآن بتدخل في نفسه الاطمئنان بوجودك، وده بيحتاج لعمليه بتاع الترتيب. وانت عارف، وانت لما لبست البزه العسكريه دي عارف نفسك في تحت اي لحظه زي ما قال سعادته ياسر العطا، نحن ده كفن بالنسبه لنا، وانت عارف النقطه دي. الان محتاجين انه زياره منكم انتوا، امشوا امشوا الان، الأبيض محتاجاكم. الأبيض دي الآن قودوا المتحركات انتوا نفسكم. وانا افتكر انه المؤسسة العسكرية دي ما عندنا اخواننا كتار استشهدوا، وكلهم عارفين تماما انه بقول لك نحن ارتدينا البزة العسكرية دي في تعطي لحظة ممكن شنو
استشهد. والقائد العام نفسه عبد الفتاح البرهان قال الكلام ده. ده إذا كانت أساسا إنكم عندكم استعداد لأنه شنو؟ تتحرر الأبيض بل تتحرر كردفان بل تخشوا دارفور. ده كان فيه استعداد الآن. أنا والله الكلام ده بقوله لك، وأنا حوجهها لك كرسالة. أنت باعتبارك الغايد بوجهها لك رسالة إنه والله حاصلة عملية بتاعت تذمرات بالكميات على المحاور بتاعت كردفان دي. والكلام ده أنا ما عارف هل وصلك من ناس من استخبارات ولا ما وصلك، لكن والله بكميات كبيرة جدا جدا إنه الشغل الماشي ده بيقولوا إنه الشغل ده ما راكب عدله. والله ضباط برتب، أنا كان أقول لك أوصل لك برتب بيقولوا إنه الشغل الماشي ده ما راكب عدله. وفي كميات مهولة الآن شايفين إنه الطريقة اللي تديروا بها المعركة دي طريقة ما صحيحة. أنا بوريك ده الكلام اللي أنت ما بوصلك، أنا بقوله لك الآن بواسطة اللايف ده. والكلام ده أنا بقوله لك ليه؟ لأنه أنا بغاك أنت الآن في ظل المركز اللي أنت فوقه ده. أنا بالنسبة لي ده شنو؟ ده تماسك للبلد دي، ودارين البلد تظل متماسكة إلى أن ننهي ميليشيات الجنجويد. ولكل حدث حديث الناس تاني بتجي بتقعد واطا وبتشوف القاعد يحصل شنو. ده بما يخص قيادة الأبيض. السيد عبد الخالق والسيد اللواء ركن صديق الجيلي والسيد اللواء عوض هجانة قائد جهاز الأمن في ولاية كردفان ككل، في الإقليم ككل. أنا داير أوجه لكم رسالة صغيرونة قدر كده. إنتوا الآن كلكم، أنا بالنسبة لي كلكم مجتمع بتاع هجانة، وجزء أصيل من الهجانة، وجزء أصيل من المجتمع نفسه بتاع كردفان. والأبيض وكردفان دي كلها أمانة عندكم، وكلكم عارفين أولادنا الضباط الموجودين عندكم ديل أولادنا الضباط الموجودين عندكم ديل والتذمرات بتاعتهم. ولما نتناقشوا معاكم انتوا بتقولوها لهم، بتقولوا لهم يا أخي قيادة وما قيادة وما تفاصيل. أنا داير أوجه لكم رسالة بطريقة واضحة. إذا القيادة دي ما تحركت مرة واحدة، ما تحركت عديل كده، ولا قدر الله العدو ده جا قريب من الأبيض، حتكونوا قاعدين لجوا ويجي يكتككم قاعدين في المعسكرات بتاعتكم، ولا حتطلعوا لبرا وتبلوا العدو ده. خطوا الآن إنه العدو ده قريب من أسركم، من أخواتكم، من أهلكم، من الجميع. خطوا الكلام ده كده. إذا طلعت الليلة المتحركات الموجودة داخل الأبيض دي تشد، في ذول حيجي يقول لي ما حيقولون عملية بتاع الذخائر أو نحن كنا يوم من الأيام ذخيرتنا وسلاحنا بنجيبه من الميليشيا بتاعت الجنجويد، من نركبها من بلة ونشيل منها، من نتسلح منها. وناس حجام دي كلكم بتعرفوهم. التحية للأخ حجام. الآن بنقول لكم انتوا السند الحقيقي بالنسبة للولاية دي، وسندكم هو مواطنكم الآن. الليلة أنا بسأل أي واحد ضابط أو أي جندي في داخل الفرقة أو أي كان في الجهاز أو من قبل، إلا الناس يا إخواننا من الاتجاهات الأخرى جو. لكن أنا متأكد زول من داخل الأبيض يا إخواننا ما سافر، ما طلع. ده إلا اطلع أساسا. ما في زول خايف من كلام فارغ، ما في زول خايف. الناس تعمل شير يا إخواننا، اللايف بيقطع، أنا ما عارف الحاصل شنو. الكلام اللي حنقوله ده نحن بنوجهه لأبنائنا الموجودين، إخواننا ورفاقنا خيلاننا وكله. للسيد الفريق اللواء صديق الجيلي قائد الفرقة الخامسة
مشاهد جانا، أنا بوجه لك رسالة بطريقة واضحة. الأبيض دي بالكردفان دي كلها عشان تتفك الضائقة الآن، سواء كانت الضائقة المعيشية والجانب الإنساني والكهرباء والموية وكل التفاصيل دي، الحل الآن شنو؟ الحل إنه تتحرك الجيوش. تتحرك الجيوش. ما تحركت الجيوش الوضع ده حيمشي لخطورة أكتر من كده، حتكون في خطورة أكتر من الخطورة اللي قاعد تحصل الآن. وأنا والله العظيم رغم الكلام ده كله عندي ثقة كبيرة جدا جدا، وما قاعد تهتز في الهجانة، أقسم بالله العظيم. ثقتي فيكم والله لا أول ولا آخر، أنا أوريكم بالواضع كده. حتى أنت يا السيد اللي هو صديق الجيلي، أنا عارف في حاجات، عارف، عشان كده أنا بوجه لك الرسالة، عارف والله ثقتي فيكم ما قاعد تهتز. هجانة ما قاعد تهتز رغم الشيء اللي بيحصل ده، رغم الشيء اللي بيحصل ده والله أنا ثقتي فيكم ما قاعد تهتز نهائيا. عشان كده بنوجه لكم الرسالة، عارفين تماما إنه ما في خيارات بتأمن الولاية دي، ما في أي خيار غير التحرك العسكري. والله ما فيها ناس، والله ما في أي خيار، ما في أي خيار غير إنه تتأمن بعملية بتاع التحرك عسكري، غير كده ما في. والزول يا اخواننا اذا كان في اي حل تاني، طبعا الناس بتتكلم عن حلول. طيب حل تاني انه يكون في عملية بتاعت مقايطة، انه تكون في مقايطة. اي الكلام ده انا سمعته، طبعا سمعت الكلام ده، انه تكون في عملية بتاعت مقايطة وضغوطات، تكون انه تحصل عملية بتاعت ضغوطات والميليشيا تجي تحاصر وتجيب تفاصيل، وهنالك جهات تقول يا اخي ستوب، خلاص يا جماعه تعالوا نقعد في الطاوله دي، على اساس انه شنو؟ الشيء اللي حصل في النقطه في المنطقه اكس ما يقصر في المنطقه زد، انه ستوب راح كنا نمشي العمليه بتاعت شنو؟ اتفاق. صح؟ في كلام زي ده، انا طبعا الكلام ده بقوله لكم انا ما لكن في كلام زي ده، في كلام زي ده ماشي، ونسال ربنا سبحانه وتعالى انه الكلام ده يكون كذب، نسال ربنا انه يكون كذب لسبب، لانه والله ما حنسمح لكم تبيعونا. والله اسمعوا الكلام ده كويس، والله حتتقلب الآية وحيتقلب السحر على الساحر. وأنا لو شرحت الكلام ده بقولوا أنا عنصري، لو شرحت أنا الكلام ده السودانيين بقول لي أنت عنصري. عشان كده أنا ما داير، وإن شاء الله يا رب العالمين ما نتطرق إنه نوصل للنقطة دي، يا رب ما نصل للنقطة دي، والله العظيم، والله نتمنى إنه ما نوصل للنقطة دي، لأنه والله اللي بيفتكر إنه الناس ترجع للنقطة بتاعت انه يقفوا في الأبيض بكل المحاور، وانه الان توقيف الناس ديل، توقيف الجيوش الموجودة دي وعدم التحرك ده على اساس انه دايرين انهم يجوا يقفوا قصاد الأبيض ويضربوا الناس الموجودين ديل ويموت ما يموت وما يخشوا الأبيض، ويقولوا خلاص الناس تقول انه خلاص ستوب تعالوا نوصل للعملية بتاعت اتفاق. دي لعبة مكشوفة واتمنى انها ما تحصل، لأنه الذي والله أنا زي ما قلت لكم والله حيتقلب السحر على الساحر، بيتقلب السحر على الساحر، والمسألة دي بتكون فوق تفاصيل تانية. ده جانب، خلونا نمشي للجانب المهم. طيب حنسمح لزول في الدنيا دي يبيعنا يا اخواننا، والله جد، والله نحن عندنا مكانتنا وعندنا عزة نفسنا ككردافة، وعندنا اصلنا وعندنا فصلنا، والله ما بنسمح لذول يبيعنا. اسمعوا الكلام ده كويس، ونحن والله ما بننتمي لذول، نحن اللي بينتموا لينا. اسمعوا الكلام ده كويس يا كردافه، الكلام ده كلكم عارفينه، نحن والله ما بننتمي لذول، نحن ما بننتمي لذول، والله نحن اللي بينتموا لينا، والله نحن الاساس، نحن السنتر، نحن اللي بينتموا لينا، نحن ما بننتمي، نحن ما في زول ببيعنا، ما في زول ببيعنا. عشان كده اتمنى انه المساله دي ما تصل للنقاط دي،
لانه في لحظه معينه الناس بتدق الطبول يكون الوضع غير. واتمنى انه ما نصل للنقاط دي. ده جانب.